تفيق مع السرويه وتضل نهار كامل في التماره ومقاتل على قبل الوليدات وامهم، وفي الاخير يجي خدار يقول لي جوج كلمات زوينين ويطيحها في الفخ، ويبداو بجوج يفكروا ويخططوا كيفاش يتهناو من الزوج. داروا خطه واستدرجوه وصفوها ليه قدام ولادو. هذه اخطر جريمه اللي فيها خيانه زوجيه وقتل، والطريقه باش غادي تكتشفوا هادشي كامل غنعرفوه جميع. ما نطولش عليكم ونبداو الاطوار ديال هاد القصه. القضيه ديال اليوم غادي تدينا لمدينه الدار البيضاء سنه 1995. كان اسماعيل اللي العمر ديالو 25 سنه، والزوجه ديالو اللي سميتها خديجه وكان في العمر ديالها 20 سنه. هاد جوج كانوا ساكنين في واحد الدوار اللي الاسم ديالو يطرحو. اسماعيل كان كل مره فاش كيخدم، واخا الظروف المعيشيه كانت صعيبه بحكم الباديه وقله الشيء، ولكن كان كيتقاتل الليل ونهار باش يوفر لهم واحد اللقمه ديال العيش ويعيشوا ما يحتاجوا حتى شي واحد. اسماعيل غادي يقرر يطلع لكازا، وبما ان اسماعيل عنده الاخ ديالو اللي خدام في كازا وعنده باشيسري، غادي يدوي معاه وغادي يقول لي باللي راه فكر باش يطلع لكازا وما غيلقاش ما احسن منه باش يعاونو ويوريه الطريق ويدبر ليه على شي خدمه. وفعلا الاخ ديال اسماعيل ما غاديش يتردد وقال لي مرحبا بك، جي وانا غنعاونك ونقلب لك على خدمه. وفعلا اسماعيل غادي يجمع حوايجو هو والزوجه ديالو ووليداتو وغادي يطلعوا لكازا، وما غاديش تدوز الا يومين غادي يعيط ليه الاخ ديالو وغيقول ليه مرحبا بك يتخدم معايا في الباشيسري. الاخ ديال اسماعيل كان ساكن هو والزوجه ديالو والام ديالو حتى هي ساكنه معاهم، وكانوا ساكنين في نفس الحي اللي سكن فيه اسماعيل والزوجه ديالو. اسماعيل والزوجه ديالو غادي يبداو حياه جديده في كازا بناس جداد، جيران جداد وعقليه جديده. غادي يبداو يتادابطاو مع الوقت ومع لونتوراج بشويه بشويه. الامور حتى لهنا غادا مزيان وكل شيء غادي بخير. البرنامج ديال اسماعيل كان كيفيق الصباح مع الفجر، كيمشيو هو الاخ ديالو كيصليو الفجر، من بعد كيمشيو للمحل كيبداو الخدمه، من بعد ما كيساليو العجينه وكيقادوا المسائل كتوصل ديك العشره كيبقى خدام في لاكيس وما كيسالي حتى لعشرة الليل، يعني كان نهار كامل عنده ديال الخدمه. من بعد العشرة الليل كيدخل للدار كيغسل حالته كياكل وكينعس. كيبقى على هذا الروتين السيمانه كامله. عنده الروبو ديالو اللي كيكون بالخميس كيرتاح فيه، كيمشي للحمام، كيقدر يخرج وليداتو، والغد كيبدا الخدمه عاوتاني من جديد والروتين ديالو. وغتبقى الامور غاده بحال ما هكا حتى لواحد النهار اللي كان عنده الروبو بالخميس. الزوجه ديالو غتقترح عليه باش يمشيو للغابه يفوجوا شويه، وفعلا غادي يجمعوا المسائل ديالهم وغيمشيو ناويين يطيبوا شي طويجين في الغابه ويريحوا يدوزوا النهار مع الوليدات. غادي يوصلوا للغابه وغادي يبداو داخلين كيقلبوا على شي بلاصه مزيانه اللي تكون مضله يلعبوا فيها الوليدات، وتما فين غادي يجلسوا. فعلا داكشي اللي كان، جلسوا استقروا حتى غادي يخرج لهم واحد 3 اللي غادي يشدوا اسماعيل وغادي يبقاو يضربوا فيه قدام وليداتو وقدام الزوجه ديالو حتى غادي يطيح وما غيبقاش يتحرك. الزوجه ديالو بقات غير مصدومه وحاله فما، وولادو كيغوتوا وكيبكيو. وتخيلوا معايا هذا المنظر ديال الدراري الصغار اللي كانوا كيغوتوا ربي اللي خلقهم، والزوجه ديالو اللي طايحه على الارض حتى هي وكتغوت، وكيشوفوا في باهم اللي كياكل في العصا وهما كيتفرجوا وما قادرينش يديروا حتى شي حاجه. الوقيته اللي غادي يطيح فيها اسماعيل وهو مغيب، هذوك 3 غادي يهربوا. واحد شويه غتجي سياره الاسعاف، غيدز اسماعيل وغيديو للسبيطار. غادي يجيو البوليس وغادي يسولوا خديجه اللي هي الزوجه ديالو باش يعرفوا شنو وقع بالضبط، ولكن هي غير واقفه من اثر الصدمه ما قادره تقول والو، وبركه غير كتبكي وما قادراش تهدر بالمره. غادي يبقاو جالسين ويخليوها حتى ترتاح، عادش من بعد يسولوها. من بعد ما غادي ترتاح غادي يبداو يسولوها، قالوا لها غادي تعاودي لنا شنو وقع بالضبط، كيفاش تضاربوا معاه، واش دكاو ليكم، واش حاولوا يسرقوكم، شنو وقع بالضبط. قالت لهم باللي دوك الناس ما كنعرفهمش وما عمرني ما شفتهم في مره، ما شفتهمش منين خرجوا حتى غادي يقصدوا اسماعيل وغادي يبداو يضربوا فيه حتى طيحوه للارض. خديجه غادي تسول على راجلها، قالت لهم بغيت نشوف غير راجلي كيبقى شنو وقع ليه. قالوا لها ما تخافيش غادي ندوك تشوفي راجلك، ولكن جاوبينا غير على هاد الاسئله. هاد الناس اللي تلقاو لك ولا هاد 3 شنو كانوا لابسين، شنو المواصفات ديالهم، الملامح ديال وجههم، عطينا اي حاجه اللي تقدر تعاوننا. وفعلا خديجه غادي توصف لهم الملامح ديال هاد الناس وحتى من الحوايج اللي كانوا لابسين، بقات عاقله عليهم. هاد الشيء اللي غادي يخلي البوليس يدير واحد عمليه تمشيط للغابه كامله
واي واحد كيتلاقاو معاه كيسولوا وحدين اللي كان شافهم بهاد المواصفات اللي عطاتهم خديجه، ولكن ما غادي تخرج بحتى نتيجه. من بعد غادي يديو البوليس خديجه باش تشوف الزوج ديالها، وفعلا غادي يديوها باش تشوف اسماعيل، ولكن الاطباء ما خلاوهاش تدخل ومنعوهم، قالوا لهم ما يمكنش الزياره دابا وخاصو ضروري يرتاح حتى الغدا وغادي ترجعي تشوفيه. مشات خديجه للدار ومعوله باش الغد ليه ترجع تشوف راجلها، ولكن قبل ما تمشي في الصباح غيجيها اتصال وغيقولوا لها بلي راجلها توفى. خديجه غضربها بواحد الغوته، الولاد ديالها ملي سمعوا كذلك بان الاب ديالهم مات حتى هما مساكن بقاو كيغوشوا وكيبكيو. البوليس ملي غتولي القضيه فيها جريمه قتل غادي يكتفوا الابحاث ديالهم وغادي يتحركوا باش يطيعوا شكون هذا القاتل، وكيدوروا وكيقلبوا على هذه المواصفات اللي عطاتهم، واي واحد كيشكوا فيه او كيعتقلوه كيعيطوا على خديجه باش تعرف عليه. يقدر يكون شي واحد من هادوك اللي قتلوا لها راجلها، ولكن في كل مره كانت كتجي عندهم كانت كتقول لهم بلي لا ماشي هو. هنا البوليس ما قدروش يوصلوا حتى لشي نتيجه بالمره، حتى غتوقع واحد الحاجه اللي غتقلب موازين ديال هاد القضيه او هاد الجريمه بالمره. الام ديال اسماعيل اللي غتمشي عند البوليس وغادي تخبرهم بانها شافت شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. قالت لهم باللي واحد السيد كيجي بين الوحده و 12 وكيبقى يدور في الزنقه، وملي ما كيبان ليه حتى شي واحد كيدخل للدار ديال ولدي اسماعيل. هاد الشيء تكرر بزاف المرات، واللي دخلني الشك هو ان مرت ولدي مازال شاده حق الله. قالت لهم وانا شاكه باللي الزوجه ديال ولدي هي اللي دارت لي هاد الحاله. هنا البوليس غادي يبداو يشكوا في القضيه وغادي يحاولوا يقلبوا المجرى ديال البحث ديالهم. البوليس كانوا ذكيين وغادي يمشيو وغادي يراقبوا الدار ديال اسماعيل بالليل وبالنهار، وكيتسناو داك الشخص اللي عاودت لهم الام ديالو عليه باش يشوفوا واش فعلا بصح ولا لا. فعلا غادي يبقاو مراقبين الدار ديال اسماعيل حتى غيبان لهم بلي داك الشخص فعلا جاي ودخل عند خديجه للدار. بوليس كانوا ذكيين بزاف وبقاو كيتسناو واحد شويه وما بغاوش يزربوا، خلاو حتى داز تقريبا واحد الساعه الا ربع ساعه، من بعد غادي يدخلوا عليهم. وهنا كانت واحد الصدمه اللي كبيره بزاف. غادي يلقاو مرت اسماعيل مع داك الشخص في الفراش ناعسين مع بعضياتهم، يعني داخلين في علاقه غير شرعيه. غيهزوهم بجوج وغادي يديوهم وغيبداو معاهم التحقيق. اول حاجه غيبغوا يعرفوا شكون هو هذا السيد اللي لقاوه معاها. ملي غادي يديروا الابحاث ديالو وفي السجل العدلي ديالو غيلقاوه باللي فعلا كان مدوز الحبس وعنده سوابق، والسبب هو واحد البنت اللي كان كيبغيها وهي ما كانتش باغاه وقام بالاعتداء عليها وغادي تشد وغيدوز عليها الحبس. هذا السيد اللي الاسم ديالو عبد الفتاح. غادي يدوزوا عند خديجه وغيسولوها هذا السيد اشنو كان كيدير عندك في الدار وشنو بينك وبينه. حاولت في الاول انها تنكر ولكن في الاخير غادي تعترف. قالت لهم بلي هذا السيد سميتو عبد الفتاح، وهذا عبد الفتاح خدار في السويقه اللي كاينه في الحي ديالهم. وقالت لهم فوق ما جيت عنده كنتغدى كيبقى يتبسل عليا وكيبقى يلوح عليا الهضره. عجبني الحال حيت كان كيقول شي هضره اللي كانت زوينه، وبشويه بشويه حتى لقيت راسي وليت كنمشي معاه، ومع الوقت لقيت راسي كنبغيه وكنموت عليه. حاولت شحال من مره باش نبعد منه وننساه ولكن ما قدرتش. فكرت باش نطلق الزوج ديالي ونبقى معاه ولكن ما لقيتش كيفاش ندير. قلت لهم باللي في العائله ديالنا المراه تطلق شي حاجه اللي عيب، وداك الشيء علاش ما قدرتش نطلق منه. اش بان لكم في هذه اللي خايفه من هضره الناس ومن هضره المجتمع وما خايفاش من الله؟ خليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات ونكملوا الاحداث ديال هذه الجريمه. ملي يفكروا ما بقى حتى شي حل قدامهم الا انهم يفكروا بجوج ويخططوا باش يقتلوا الزوج ديالها ويتهناو منه بخطره. اللهم يقولوا مات ليها الراجل ولا يقولوا مطلقه. وشوف انت التفكير ديال العيالات كيفاش غادي، ماشي كلشي بطبيعه الحال، ولكن كاينين بحال هاد الماركه وبحال هاد النوع اللي الله يهديهم والله يلطف بينا وخلاص. هنا غادي يوجدوا الخطه ديالهم وغادي يختاروا نهار الخميس اللي كيكون فيه الروبو ديال اسماعيل، وباللي غادي يستدرجوه وغتدي للغابه وتما فين غادي يجيب هو صحابو غادي يديروا راسهم بحال غير ضاربوا معاه، غادي يقتلوه وغادي يمشيو بحالهم. وفعلا داكشي اللي وقع، وكانت هذه هي الاعترافات ديال خديجه. من بعد هاد الاعترافات ديالهم بجوج غادي تحكم على خديجه الزوجه ديال اسماعيل والعاشق ديالها عبد الفتاح بالمؤبد. اما بالنسبه لدوك الزوج اللي عاونوهم فغيتحكم عليهم ب 30 عام ديال الحبس.
قصة سالات. بغيت اي واحد وصلت لهنا يخلي شي تعليق يقول لنا فيه الرأي ديالو في هذه القضية، والرأي ديالو في هذه الخيانة الزوجية اللي كثرات، واللي واش تقدر فعلا توصل حتى لهذا الحد، وشنو هما الحلول. بالنسبة لي انا كيبان لي جوج ما تفاهموش، فلاش غادي يبقاو زايدين مع بعضياتهم، يصارحوا بعضياتهم وكل يمشي في طريقه، والولاد راه غادي يكبروا حسن ما يدخلش الشيطان بيناتهم او يوليو بشي حاجه اللي خايبه لا قدر الله. خوتي تهلاو في راسكم، نساوش لايك سبسكرايب، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.